كيخدم لهذيك الهيئة. دابا نعطيك مثال، دابا حنا ملي كيكون غير أنشطة ولا كيكون شي بلاغ ولا بيان ولا كذا، فالنقابات كلشي اللي معانا كيكتبوه. الإذاعة والتلفزة ما كايناش، رغم أن عندنا لاماط عندنا ما كايناش، دوزيم عندنا ما كايناش. أنا اقترحت على الإخوان قلت لهم علاش نقابة الصحفيين المغاربة والجامعة ككل المفروض أنها خاصها تكون فاعلة في هذه القنوات وفي الهيئات اللي هما عندنا نقابة فيهم. دوزيام عندنا تبارك الله العدد المنخرطين بزاف. ما عمر لم يتم مازال الحديث عن الجامعة أو نقابة الصحفيين المغاربة. كيدوزوا برامج لقاءات مع وزراء مع كيحضروا من النقابة الوطنية يحضروا، علاش ما يحضروش فاعلين ديالنا حنا تما المغاربة. نود فعلا أن نكون فاعلين في المجال ديالنا بطبيعة الحال، ومن أجل ذلك اللي كنتمنوه هو أنه بعض العثرات اللي كاينين يعني ممكن الدعم ديالكم ممكن تزول. بطبيعة الحال نبداو بالمسألة ديال الانسحاب ديالنا من الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة. كيف كتعرفوا السيد الأمين العام على أساس نهار فاش تم تأسيس هذه الجامعة كنظن كانوا فيها شي 9 ديال النقابات، وحنا داخل نقابة الصحفيين المغاربة ما اعترضناش، رغم أنه كان خصنا نعترضوا في حينها أن مجموعة من النقابات اللي كانت ولات ند بالند معنا داخل الجامعة فيها صحفيين وتقنيين يعني كان ممكن يدخلوا في الفروع ديالنا في نقابة الصحفيين المغاربة، ولكن قلنا ماشي مشكل، ممكن نتجاوزوا هذا الأمر إلى حين أن الأمور تتل وتولي عندنا قوة ونقدروا نصفوا هذه المشاكل. إلا أنه مؤخرا بطبيعة الحال كنتفاجئوا بدون إخبارنا حنا اللي حنا فاعلين حتى في الجامعة، وأنا شخصيا كنمثل الجامعة في عدة ملتقيات، كنتفاجئوا على أساس أنه تم تأسيس نقابة فيها فقط الإعلاميين اللي في المنابر ديال إلياس العمري باش نكونوا واضحين. فأنا عيطت للسي الوفي وهضرت معاه وقلت له هذوك الناس اخر ساعه ولا هذه صحف بحال المساء بحال الصباح بحال الاخبار هما عندنا معنا كاع كلهم معنا الاخوان، فلماذا هذا الامتياز لهذوك الجرائد هذوك المنابر الخمسه انهم بوحدهم يتكتلوا ويديروا نقابه اللي هي الند بالند مع نقابه اللي عندها 18 فرع واللي باقا كتزيد في الفروع؟ فما كانش حتى شي رد، وبالتالي كانت الفكره ديالنا هو اننا كقوة إعلامية داخل الاتحاد المغربي للشغل ممكن أننا نخدموا بروسنا يعني بدون غطاء ديال الجامعة، يكفينا الغطاء الكبير ديالنا هو الاتحاد المغربي للشغل. لهذا كانت الفكرة ديال الإخوان بالإجماع على أنهم فضلوا على أنه نبقاو زوينين مع الإخوان الرفاق ديالنا، ولكن في نفس الوقت نشتغلوا اون باراليل هما كجامعة وحنا كنقابة ديال الصحفيين المغاربة. فالسيد الامين العام بطبيعه الحال كيف كتعرفوا اي مكتب وطني في اي نقابه خاص تكون عنده وزنه، لان اذا ما كانش عنده وزنه داخل النقابه اللي هي اللي محتضناه كيفاش غادي يكون عنده وزنه داخل في الميدان. وكيف كتعرفوا السيد الامين العام هو انه غير السيد خلفي الوزير حنا عينا نتابعوه ونطاردوه، وربما هو يرانا بهذا المنظار ديال اننا فقط نقابه صغيره، لدرجه انه اخر لقاء كان عندنا معاه غير رسمي في لوطيل ديال المحمديه، حضرت اكثر من 70 اعلامي كلهم من نقابه الصحفيين المغاربه، وجلسنا معاه لمده تفوق الساعتين وناقشنا معاه، وفي الاخير عطيناه رساله على اساس نجلسوا معاه ونوضحوا الامور، لانه كيتم اقصاء نقابه الصحفيين المغاربه ولا يتم الحديث بتاتا عن الجامعه. يعني حنا كاين ولا المشكل غير بغينا غير نقابه الصحفيين، هو المفروض انه ينتبه الى الجامعه وينتبه الى النقابه ديال الصحفيين، فهذا الشيء ما كاينش، ما مشاش معنا في الطرح، وبالتالي اصبحنا نقابه يعني كتعاني. والتجأنا لكم سيد الامين العام، والمطالب ديالنا باش نخويها لك كامله نخوي لك الكفيفه. ف نود فعلا اننا الا جينا لدارنا ان يكون عندنا المكتب ديالنا، خصوصا على ان الاخوان الاعلاميين اظن على انهم وضعهم حساس، وحتى يعني يكون عندنا واحد ميتو، نكون متاكد سيد الامين العام على اننا يعني غادي نحمروا لك الوجه، كون متاكد من هذا الجانب. فاللي كنتمنى هو يكون عندنا مكتب، يكون عندنا دعم،
وغادي نحطوا للسيد الامين عام البرنامج ديالنا ونحطوا ليه الفروع ديالنا، وغادي يشوف القيمه ديال هذه النقابه اللي ديالو اللي هو اللي محتاجنا. وشكرا سيدي.